مصر في 2025 بقولها لك اهو داخله في حرب مباشره مع امريكا واسرائيل. المطلوب منك كمصر تدعم بلدك على صفحات التواصل الاجتماعي، لان خلي بالك امريكا واسرائيل بيبصوا على كومنتات الفيديوهات كويس، وبيشوف الشعب المصري وقف مع السيسي ولا لا، وقف مع جيش بلده ولا لا. هل هم هيقدروا يخلونا زي سوريا وزي احمد الشرع الخاين يقدر يعمل قواعد عسكريه هناك في سوريا ويقول لك ان هي اتحررت؟ هل حد يقدر يعمل كده في مصر؟ طول ما عندنا قائد اسمه عبد الفتاح السيسي زعيم مصر، اقسم بالله ما تخافوا. معاكم وحش، معاكم اسد، معاكم الجيش المصري. انت اصلا قاعد في مصر اللي ربنا ذكرها في القران اكتر من 3 مرات. خلي بالك ما تخافش على البلد دي. الواجب عليك لو شايف الفيديو ده على اليوتيوب دلوقتي تدوس على كلمه اشتراك في القناه اللي تحت وتكتب كومنت تحيا مصر وتحيا السيسي رغم انف كل حاقد. مصر ما حدش يقدرها غير ربنا. وبالنسبه للفنانين والنجوم كلهم نايمين في ميه المجاري زي ما بيقولوا. يا جماعه ما فيش الا ولد واحد اسمه علاء عفروتو من الفيوم عامل مهرجان اسمه الدور حرب لرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. كل الدعم ليك يا عفروتو يا ابن الفيوم، يا اللي قدرت تكسر كل الفنانين وتقعدهم في البيت زي ما هم قاعدين كلهم كانوا بيطلعوا يزيطوا، بس انت افعال يا عفروتو. اسمعوا المهرجان بتاعه وكل يخش يحط صور الرئيس وصور الجيش وادعموا بلدكم في كومنتات الراي العام. وهم بقولها لاخر مره مع السلامه يا مسلمين. اسمعوا الاغنيه.